السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم كيكه رائعه غادي تعجب عشاق الشوكولاته، كتجي هشيشه بزاف وما تشبعوش منها. تقدموها ايضا للضيوف ديالكم لانها ما غاديش تحشمكم، والى جربتوها غادي تبقاو ديما ديروها وتعاودوها. فإلا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للمكونات غادي يحتاجوا كأس غير ممتلئ من الزيت النباتي، كأس من الحليب اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، وكأس من السكر حبيبات. ايضا غادي تحتاجوا نصف كأس من بودرة الكاكاو المر، ما يعادل واحد 3 معالق كبار ممتلئة، ملعقة كبيرة من الخل الأبيض كيعطي الهشاشة الكيك ديالنا، واحد العلبة ديال الدانيت بطبيعة الحال كتحمل العلامة بدون جلوتين، وجوج خمارات ديال الحلوى من فئة 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. وهنايا عندنا جوج كيسان وربع، يعني بالكأس ديال العنبة اللي عبرت معكم ديال الدقيق، و3 بيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. بالنسبه للخدمه ديال هذا الكيك فهي بسيطه، كديروا البيض ديالكم مع قبصه ديال الملح وهذاك السكر، كتضربوه مزيان حتى كيطلع معكم بهذا الشكل هذا. من بعد ما كيطلع معكم فكتزيدوا الزيت على خيوط بهذا الشكل هذا بحال كتطلعوا لا مايونيز. بعد ذلك كتزيدوا الكاس ديال الحليب وكتخلطوا. من بعد كتضيفوا ديك العلبه ديال دانيت ونصف كاس ديال الكاكاو، كتضيفوا ديك ملعقه كبيره ديال الخل الابيض، ومن بعد كتضربوا المكونات ولكن بسرعه اللي هي منخفضه باش ما تهبطوش داك البيض اللي طلعتو مع السكر. من بعد كتضيفوا خميره الحلويات 16 غرام، وكتضيفوا كأسان وربع من الدقيق الخالي من الجلوتين، استعملت نوعيه شار ميكس بي. كتخلطوا المكونات جيدا وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالنا. من بعد كديروا واحد المول اللي دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق، كتفرغوا فيه الكيك ديالكم وكتدخلوه لفرن على درجه حراره 180 مده طهي تقريبا 45 دقيقه على درجه حراره 170. هنايا غادي نصايب السيرو اللي غنسقي به الكيك، فدرت ملعقه كبيره ديال السكر وملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ودرت عليهم الماء مغلي وخليتهم يبردوا جانبا. من بعد مرور 45 دقيقه فكيكون الكيك ديالكم ناضج 100% كما كتلاحظوا، كيجي طري بزاف وهشيش. انا كنخليه حتى كيبرد شويه عاد كنزعو من القالب، وكنحاول هكا نتكو بواحد العود خشبي باش يدخل هذاك السيرو في الثقوب وتسقى ليا الكيك بالكامل. كنسقي مزيان هذا الكيك بهذيك الكميه كامله كما كتلاحظوا، راه الكيك كيبقى يتشرب لكم. من بعد كنخليوه جانبا وغادي نصايبوا الكريمه الاقتصاديه اللي بدون شوكولاته وكتجي بذوق الشوكولاته، كتجي رائعه. فغادي ديروا نصف كاس ديال الكاكاو، نصف كاس ديال الحليب، ونصف كاس ديال السكر، يعني كلهم كديروا نصف كاس، ونصف كاس اللي غير ممتلئ ديال الزيت، ما تعمروش نصف كاس ديال الزيت، يعني بحال 4 كاس زيدوا عليه شويه ديال الزيت. ومن بعد خلطوا. انا خدمت فقط في الهاشوار، يمكن تخدموا في الخلاط الكهربائي كتقسموا الزيت على دفعات، انا قسمته على 2 دفعات وبقيت كنخلط حتى حصلت على هذا القوام الكريمي. صدقوني كيجي رائع جدا. ممكن تضيفوا ايضا حتى ملعقه صغيره ديال القهوه، اللي كيبغي مذاق ديال القهوه حتى هي كتجي رائعه. من بعد كتاخذوا الكيك ديالكم وكتبداو تحطوا عليه هذه الكريمه. تقريبا الكيك هنايا راه عندي دافي، عاد كنبدا ندير هاد الكريمه هذه كما كتلاحظوا هي كتوزع بسهوله وكتغطيه، كتجي رائعه جدا كانكم درتوا واحد لاغاناش، ولكن هي في الاصل اقتصاديه بهاد المكونات اللي عطيتكم وكتجي لامعه. بعد غادي نزينو بشويه ديال الشوكولاته البيضاء اللي اكيد بدون جلوتين، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كتكون هذه هي الكيكه ديالنا ما شاء الله، كتجي رائعه بزاف. كنتمنىكم من كل قلبي تجربوها باش تعرفوني علاش كنتكلم. راه كتجي هشيشه من الداخل وكتجي فيها ديك يعني داك النكهه ديال القهوه مع الكاكاو كيتواتاو بزاف كما كتلاحظوا ما شاء الله. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى خاليه من الجلوتين. لا تنسوا دائما ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.